طبعا ما ينفعش الجو يسقع كده وما نعملش الطبق العظيم ده. عملت النهاردة طبق القلقاس الأخضر بكل تفاصيله وكل تركاته مظبوط جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي. أنا جبت القلقاس وقشرته من القشر وقطعته كيوبس بالمنظر ده. بابقى مجهزة لتر من المية السخنة جدا، بنزل عليه وبسيبه بالظبط 10 دقايق منقوع في المية السخنة. ده بيساعدنا ان القلقاس ينزل المادة الجيلاتينية اللي بتبقى فيه. بعد كده بصفيه. الخطوة الجاية سلق القلقاس او الخضرة اللي بتيجي مع القلقاس. بجيب الخلاط بتاعي، ببقى فصلاها يعني الورقة تبقى مفصولة عن العرق، وبغسلها كويس جدا وبحطها في الخلاط، وبحط كده يعني نص كوباية من المية تساعد ان ضرب جامد في الخلاط وما تتعبنيش. بعد كده معايا البولة، معايا المصفى، ببتدي اصفي الخليط بتاعي اللي هو السلق. بالنسبة للطفل عايزة ترميه ارميه، لو مش عايزة براحتك. اهم حاجة في القلقاس شوربته تكون دسمة. وطبعا جنبي بولة فيها كزبرة وتوم معمولين كده في الكبة مضروبين ناعم. باخد معلقة كبيرة من الكزبرة الناعمة وبحطها في الشوربة، والباقي طبعا زي ما انتوا شايفين كده بحمره. الشوربة اهم حاجة تاخد غلواية. بنزل كده بالقلقاس، كل ده على نار عالية. وطبعا عقبال ما الكزبرة بتاعتي تتحمر جامد جدا بمعلقة من السمنة البلدي ومعلقة من الزيت. السلق بتاعنا اللي احنا صفيناه، لما بحس ان القلقاس ابتدى كده ان هو يدخل في السوا، بنزل بيه السلق بتاعي وبوطي النار خالص على نار متوسط، وبقلبه كده تقلبتين عشان ما يبقاش معجن معايا. طبعا القلقاس ملهوش مدة معينة في السوا، على حسب النار بتاعتك وعلى حسب القلقاس اللي انت جايباه. طبعا تحبيشة القلقاس خلصت واتحمرت كويس جدا. اضربها كده ضربتين في الكبة لحد ما يبقى قوامها ناعم. بنزلها على القلقاس وبس كده اعملوه